بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حبايبي، النهاردة بقى تاني يوم نشوف الكتاكيت بعد ما واحد منهم امبارح مات، فنشوفهم النهاردة عاملين ايه. هما زي ما انتم شايفين ما شاء الله كويسين اهمت، ما شاء الله مفيش حاجة تانية ماتت منهم، كويسين. بس عايزين طبعا نغير قدامهم المية ونغير الفرشة بتاعتهم عشان هي مبلولة، ونحط لهم نزود لهم الاكل شوية وزي ما انتم شايفين كده. لازم طبعا ونغير لهم الميه بتاعتهم اهو. طبعا اهم حاجه الفرشه، اهم حاجه الفرشه بتاعتهم. الفرشه هنا زي ما انتم شايفين كده مبلوله. لازم الفرشه تبقى جافه تحتيهم ومش مبلوله، وطبعا تبقى نظيفه علشان نحافظ عليهم. فدلوقتي هنقول بسم الله وهشيل قدامهم الاكل والميه وهبدا اغير الفرشه بتاعتهم. انتوا شايفين هنا وانا بلم الشوال اللي تحتيهم، بصوا تحسوا ان هو في ميه. بصوا طبعا في ميه وده غلط، ده غلط. لازم الفرشه بتاعتهم حتى لو مش نظيفه بس على الاقل حتى تبقى ما فيهاش ميه، ما تبقاش مبلوله من تحتهم، تبقى الفرشه بتاعتهم ناشفه. طبعا بنرش لهم تبن كده علشان الارض تبقى جافه تحتيهم، و... والتبن نفسه بيدفي لهم خلاص. ودلوقتي هحط لهم الاكل زي ما انتم شايفين كده على الحاجات ديت اهو. حطينا العلف وهخلط كل الحاجات دي كده مع بعضيها. اخلطها كويس، والثوم اخلطه معاهم كويس. هما ما فيهمش حاجه، بس ممكن يكون النور قطع عليهم مثلا شويه، فعشان كده داسوا على الكتكوت ده وتموتوه، يعني الله اعلم. بس طبعا هو عشان انا ما اهتمتش من الصبح، بس غصب عني لان كنت في مشوار طول اليوم، فما جيت لهمش غير على اخر اليوم بعد الفطار. فطبعا واحد منهم مات. بس هو طبيعي يعني ان هو ممكن واحد او اتنين او تلاتة يموتوا ومفيش اي مشكلة خالص. ان مثلا مش لازم مش شرط الدورة كلها تطلع معاكي مظبوطة، لا، ممكن يبقى في واحد او اتنين او تلاتة ممكن يموتوا من اكتر من كده. بتدوري بقى على السبب، هل في الاكل هم بردانين، هل في النظافة بتاعتهم الفرشة تحتهم مبلولة، بيبقى في حاجة، في سبب خلاهم ان هم كلهم ما يعيشوش معاكي. لكن لو مات واحد او اتنين او تلاتة برضو مفيش اي مشكلة خالص. فهنا هقسم الاكل عشان برضو ما يجفوش على بعض، ما يبقوش كلهم بياكلوا من طبق واحد. هنا بقسم الاكل على اتنين اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنا هو بسم الله ما شاء الله حطيت لهم طبقين الاكل. بصوا هم ما شاء الله تقريبا الاكل اللي هو بيبقى بالليل، ما يعني طبعا من بالليل وعملوا عليه فضلات، فهم ما بياكلوش الاكل دوت. هو بصوا هنا بسم الله ما شاء الله بيتخانقوا على الاكل، مع ان كان قدامهم علف، بس تقريبا عشان الفضلات بتاعتهم ما كلوش منه. بصوا ما شاء الله هم عاملين ازاي. طبعا هسيبهم ياكلوا براحتهم، وبعد ما ياكلوا ويشبعوا خالص هجيب لهم الميه. فهسيبهم شويه كده قيمه مثلا نص ساعه لما كلهم ياكلوا. بصوا هم بيخطفوا من بعض البنجر. طبعا البنجر عارفين ان هو فيتامين عالي قوي وقيمته الغذائيه عاليه جدا وفاتح للشهيه، وكمان اللون الاحمر نفسه في العلف بيخليهم يجذبهم للاكل. بصوا بسم الله ما شاء الله بياكلوا ازاي، يعتبروا طول اليوم ما كلوش حاجه. فكويس ان هو واحد بس اللي مات الحمد لله. شايفين بسم الله ما شاء الله. وزي ما قلنا لازم الفرشه بتاعتهم تبقى نظيفه، تبقى ناشفه خالص ما فيهاش اي حاجه. فهنا هنسيبهم ياكلوا براحتهم، وبعد كده هرجع لهم بعد نص ساعه احط لهم الميه وهشوف احط في الميه ايه. هنا اهو بعد ما شلت اللي حاطط لهم الاكل بالخلطه اللي كانوا بياكلوها، دلوقتي شلت الاكل من قدامهم وسبتهم قيمه ساعه كده، وبعدين رجعت حطيت لهم اكل تاني اهو، علف عليه كركم بس اهو، علف وكركم بس هنحط لهم بقى في الميه. انا النهارده جبت كيس دواء مضاد حيوي معوي واسع المدى، او الكيس الدواء ده انا جبته اهو دوت ب10 جنيه. ده هنديهولهم لمده 5 ايام. هو برضو اجراء احتياطي، لكن هم ما عندهمش برضو حاجه الحمد لله، ما فيش اي اسهالات ولا اي حاجه.
ولكن انا قلت اديهولهم يعني لما سالت البيطري قال لي ممكن تديهم مضاد حيوي لمده 5 ايام. لو في اي حاجه عندهم برد، اي حاجه خدوها، انت ممكن فدي المضاد الحيوي دوت هيخليهم كويسين. فهنا او هديهولهم لمده 5 ايام. بنحط حوالي معلقه كبيره على لتر ميه اهو. هنا عندي ازازه الميه دي لتر ونص، احط عليها 3 معالق صغيرين من دي. وبحط كمان معلقه كركم. بنحط لهم اهوت السقوه بتاعتهم اللي هي عباره عن الدواء، ومعاه حطيت معلقه كركم تزود المناعه بزياده. هم ما شاء الله كده بياكلوا وهيجوا دلوقتي يشربوا. وطبعا ما ننساش قبل ما نحط لهم اي سقوه ميه مثلا فيها اي علاج، اي حاجه من اللي احنا بنحطها، اي عشب من اللي احنا بنحطه سواء على الاكل او الميه، لازم ان احنا نبقى مجوعينهم ومعطشينهم علشان ياكلوا ويشربوا على معده فاضيه، فبالتالي العشب اللي انت عاملاه يستفيدوا منه كويس. واتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واتمنى ان تعملوا لي اشتراك وكومنت ولايك وشير، ويا ريت تشجعوا اختكم عشان القناه تكبر بيكم. كل سنه وانتم طيبين، واستودعكم الله. مع السلامه.